صباح الغردقة عليكم. انا رامي كامل يا جماعة، اللي ما يعرفنيش في قهوتك وركز معايا او ما تركزش. ازاي تشتروا او تبيعوا الشقق والفلل في الغردقه؟ هي فلوسك، عايز ترميها، عايز بتاعتك. اول حاجه يا صديقي لازم تسال عليها الديفلوبر صاحب المكان. لو حد بيغير في كلامه اوعى تفكر تشتري معاه. لو هو حد بره الغردقه ما تشتريش معاه. لو هو حد بقاله مثلا من 15 ل 20 سنه في الغردقه اشتري معاه. ليه؟ لان لما هيحصل اي مشكله وهنجيبه في جلسه هيكبر للناس. في 6 مشاريع في سهل حشيش متأخرين ليهم 6 سنين. مين اصحابهم؟ ناس من القاهرة. طب الناس دي عملت ايه؟ اشتروا من ERC. طب ما بنوش ليه؟ طب هيبنوا؟ انت شايف يا صديقي مش هيبنوا، انسى. بس هتلاقي في واحد سيلز جامد جدا بيتصل بيك، ايوه يا مستر احنا هنسلم كمان 6 شهور. انت هتسلمني فعلا؟ ايوه يا مستر هنسلمك. قول له انت بدأت انشاءات امتى؟ لو رد عليك اصلا هو مش هيرد عليك. راحت فلوسك يا صابر. اي سي هتسلمكم في الميعاد، لكن بتاع القاهره او اسكندريه ده مش هيسلمك. احكي لك ليه تنفست وتحط فلوسك في الغردقه. اسمعوا كلام اي سي. حتى هاتي بوسه يا اي سي.